أهلا وسهلا بيكم. معنا خبر مهم جدا عن الكرة المصرية. يوم 29 سبتمبر بالتحديد يوم الاثنين الساعة 8:30 هتكون المباراة المرتقبة الجميلة المثيرة بين النادي الأهلي والنادي الزمالك. الماتش اللي كلنا بنستناه وكل الدول العربية بتستناه، خصوصا إن الأهلي والزمالك ظبطوا نفسهم جدا بقود هجوم الأهلي محمد شريف، واللاعب الموهبة الكروية المصرية حمزة عبد الكريم، اللاعب الحريف اللي ذو المهارات العالية. تعالوا نشوف الزمالك من ناحية تانية. جاب صفقة رهيبة رهيبة رهيبة، لاعب الملقب بميسي العرب، وهو عبد الحميد معالي. عبد الحميد معالي لاعب مغربي بيمتاز بالسرعة والمهارة العالية جدا، لاعب حريف قوي. ان شاء الله هتكون مباراة قوية جدا بين الفرقتين. كمان في صفقات كتيرة الزمالك عملها والاهلي، فهنتفرج على المتعة والإثارة في المباراة. معنا خبر تاني مهم جدا عن اللاعب أحمد عبد القادر. كنا عارفين إن أحمد عبد القادر بيحاول ياخد استغنى من النادي الأهلي وما يطلعش إعارة، وفي نفس الوقت الزمالك كان عايز اللاعب والأهلي عايز يبيع اللاعب لبيراميدز، وبيراميدز ما بعتش أصلا حاجة، فكده يبقى الوضع كما هو عليه. يبقى أحمد عبد القادر لا في الزمالك ولا في بيراميدز، وفي نفس الوقت يبقى في الأهلي على دكة الاحتياطي لحد الآن. صفقة الزمالك الجديدة للاعب المدافع القوي الممتاز محمد إسماعيل اللي جاي من زد للزمالك، بيوجه كلمة لجماهير الزمالك وبيقول لهم: أتمنى إن أنا أرضي كل طموحات جماهير الزمالك ونحقق كل البطولات ونقدم أعلى مستوى في الكورة مع نادي الزمالك الفترة اللي جاية، وأبدأ اهتمامه وإعجابه باهتمام الزمالك بانتهاء الصفقة اللي تمت مع فريق زد بنسبة 90%. كمان عندنا المهدي سليمان حارس مرمى الزمالك الجديد، الصفقة اللي جت من الاتحاد السكندري. كلنا عارفين المهدي سليمان لاعب مخضرم جدا، حارس مرمى مخضرم وفاهم بيعمل ايه. على فكرة دي صفقة ممتازة ومكسب كبير، لأن المهدي سليمان حارس مرمى كويس. المهدي سليمان احتمال يكون هو بنسبة 90% هو الأساسي الفترة اللي جاية مع الزمالك. معنا خبر كمان مهم للنادي الأهلي، وهو عن إمام عاشور اللاعب الحريف ذو المستوى الثابت. إمام عاشور كنا عارفين إن هو جاله إصابة وخلع في الكتف، هو خلاص إن شاء الله هيرجع للملاعب بعد من 10 لأسبوعين، يعني تقريبا أقصى حاجة هتبقى أسبوعين، وهو حاليا بدأ يتمرن بدون احتكاك مع أي لاعب، يعني هيبدأ عملية التأهيل إن شاء الله، وبعد أسبوعين هيبدأ يلعب مع النادي الأهلي إن شاء الله. بالتوفيق للاعب. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون بعض الأخبار السريعة دي عجبتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.